يبقى تقفل عربيتك هناك طبعا ايه؟ ساكت على جنب هناك يابا يابا بس يا عم انت رجاله الله اكبر الله اكبر عليك شوفوا هو نازل ينزلوا بس عشان ينزلوا اللعيبه عشان ينزلوا اللعيبه يا خالة بص يا بطل جاي مستنيين منك كتير النهارده مؤاخذة يا جماعه شد حيلك ربنا معاك زينو época passada acabou, vingado aí, Parabéns pelo título, boa sorte hoje, mas não muita. Vamos nos encontrar depois. Vamos combinar, vamos combinar. Quer dizer, para tranquilizar os jogadores que o público está tenso, não sei. Para tranquilizar os jogadores, para pedir de vocês os dois. Eu, observador do jogo. O que eu lhe disse, dei-lhe os parabéns pelo trabalho que está a fazer, ele deu-me os parabéns a mim por termos ganho o título, e isto é um jogo de futebol, só mais nada que vai haver as equipas vão jogar futebol e vão procurar ganhar. هو هناني على الشغل اللي انا عامله وانا هنيته على الشغل اللي هو عامله وفي الاول وفي الاخر دي مباراة كرة قدم فيها فايز وفيها مهزوم وفير بلاي في الاخر يعني. هو نفس الكلام قالوا بعض يعني. Exatamente o que eu falei, é um jogo especial tanto para um lado como para o outro. É um jogo que é esperado pelas duas torcidas com muita expectativa, mas vamos procurar, tanto o Mr. Manuel como eu, instruir nossos jogadores, orientar os nossos jogadores para simplesmente jogarem futebol, deixar a violência de lado. طبعا مباراة مهمة طبعا ومباراة مرتقبة من قبل الجماهير، لكن نفس الكلام اللي انا قلته طبعا بتحظى طبعا المباراة بأهمية جماهيرية كبيرة، لكن بقدر الامكان طبعا انا هقول للعيبة بتوع زي ما مستر مانويل هيقول للعيبة بتوعته انهم يلعبوا اهم شيء كرة قدم بعيد عن العنف، ويبقى عرض كروي مشرف للكرة المصرية بين فريقين يعتبروا من اكبر فريقين في الكرة المصرية. أعزائي المشاهدين زي ما انتم شايفين انفراد كاميرا دريم للحديث الخاص بين كل من كابرال ومانويل جوزيه في تبادل الورود. مدحت عبد الهادي الحكم الدولي الفرنسي بيير بيترو لايكنيرا بيمثل النهارده النادي الاهلي باعتباره صاحب الارض والملعب. عصام الحضري في حراسه المرمى، ليبرو وعماد النحاس، قدامه اتنين مساكين وائل جمعه وشادي محمد، في الطرف اليمين اسلام الشاطر، وفي الطرف الشمال احمد ابو مسلم. وسط الملعب محمد شوقي، ادي الحضري رايح هيدي البوكيه اليمين لجوزيه مديره الفني. وسط الملعب محمد شوقي على يمينه محمد بركات، وعلى شماله حسن مصطفى. رأسي الحربة عماد متعب ومحمد ابو تريك. اما بالنسبة لنادي الزمالك في حراسة المرمى عبد الوهاب، وسط الملعب تامر عبد الحميد، على يمينه الوافد الجديد ابراهيم سعيد، وعلى شماله محمد ابو العلا. رأسي الحربة عبد الحليم علي وصالح
واحمد عمران. كل فريق اختار الملعب او الكوره، وادي النادي الاهلي بيحيي جماهيره النهارده. اقول لك حضراتكم ايه، قدروا قبل بدايه هذا اللقاء بحوالي ساعه ونص بناء على نصح رجال الامن من خلال مكبرات الصوت، قالوا لهم ارجعوا بسرعه تاني عشان تتمكنوا من متابعه هذا اللقاء من خلال شاشات التلفزيون. طبعا يا ولد يا لعيب، ابو تريكه دايما تلاقيه في الاماكن دي، لكن عدت على طول وتروح سهله لعبد الواحد السيد. طويله وعاليه، يعني وجهه نظري التغيير، وان كان وليد صلاح عبد اللطيف لاعب مهم جدا ولاعب مهاجم ولو انه بعيد شويه عن الملعب من فتره، لكن صالح سدير كان واخد وسط الملعب بشكل افضل، بيميل كتير لوسط الملعب، في تامين جيد لوسط ملعب نادي الزمالك، لكن ربما كابرال يكون ادى تعليمات لوليد صلاح عبد اللطيف يسقط على وسط الملعب عشان يملى وسط الملعب. هنشوف. طويله، لما حلوه قوي من ابو تريكه وماشي، فاتح له متعب لما وداخل على شماله، هوبا يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، الله 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 عليك يا متعب، حلوه 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 يا متعب، يا سلام يا متعب، تمريره روعه من ابو تريكه، استلم متعب، بص بيمينه وداها على شماله وفي البعيده بص لها عبد الواحد، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، حلوه 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 يا متعب، مش معقول يا جماعه، ولد هداف بدرجه استاذ، لم بيمينه، بص بيحل عليه صديق، اخدها على شماله، بطن رجله في البعيده، بص لها عبد الواحد، صعبه وروعه يا متعب، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ادي اللقطه مع بدلاء النادي الاهلي، يا عيني على اللقطه الاوروبي الجميله والفرحه الحلوه، هدف جميل ما يجيبوش الا لاعب قدير فنان. متعب، حلوه يا متعب، وفين بقى في الدقيقه 15، يا نهار ابيض، في انذار طلع لمين، لابو العيله ولا لمين، اعتقد لابو العيله بيعترض، كان تامر عبد الحميد واقع على الارض في كوره مشتركه وسط الملعب، لكن الحكم كان مكمل الهجمه بشكل طبيعي جدا، اتنقل الهجمه وراحت منتهى الخطوره، حطها عماد متعب بشماله زي ما يكون حطها بايده، يخرب عقلك يا راجل، حلوه تحمر المدرجات، متعب في الدقيقه 15 يتقدم للنادي الاهلي بهدف ماركة فن، هذا الهدف هو هدف فن وفنان. بركات، عرضية عالية خطيرة من القلب على طول، مدحت عبد الهادي، ترتد محمد شوقي يا لعيب في اليمين لبركات، استلام من بركات وعايز يعدي، عرضيه هوبا يا نهار ابيض، ابو تريكه المجرم، حلوه يا ابو تريكه، حلوه يا ابو تريكه، بركات عرضيه جميله، راح لوائل شيتوس والهدف الثاني في الدقيقة 17. يا نهار ابيض عليك يا ابو تريكة، رايح ابو تريكة هيحيي مديره الفني لثابت البطل مدير الكرة العظيم، ربنا يشفيه ثابت البطل حقيقة تحمل آلام عظيمة جدا زي ما سمعنا وقرينا وتابعنا، وراح وحضر المباراة، ربنا يشفيه كابتن ثابت، لكن بركات عملها عرضية جميلة جدا، وادي لمسة روعة من ابو تريكة في سقف الشبكة في حراسة دفاع نادي الزمالك، يا نهار ابيض، مرة ثالثة بالكاميرا العكسية، وادي بركات بطن رجله ملفوفة، بص لوحده، ده 3 اهلي لوحديهم يا جماعة، ده 3 اهلي لوحديهم، والمشاهدة من دفاع نادي الزمالك، مش معقول يا جماعة، حلوة النجم المتألق محمد ابو تريكة، تسلم رجلك اليمين يا ابني، احنا بنحيي اللعبة الحلوة، جت من لاعب من الاهلي اهلا وسهلا، جت من الزمالك اهلا وسهلا، جت من اي نادي في مصر ومن اي لاعب في مصر اهلا وسهلا، لكن لازم اللاعب المبدع ياخد حقه من التعليق. ادي الجماهير هتتجنن
جماهير النادي الاهلي طبعا. والهدف الثاني يعني هدفين في دقيقتين، بدأهم عماد متعب بجميلة جميلة جميلة في البعيدة، ثم تلاه ابو تريكة ببطن رجله بتمريرة روعة روعة مع فرحة بدلاء النادي الاهلي. اتحطت عرضية جميلة، لكن بص جوزيه لم يتحرك. جوزيه عنده ثقة في نفسه غريبة، لم يتحرك مع الهدف. والهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقة 17. ياه يا على الهدف وجماله، على بركاته وبراعته، على ابو تريكة وعظمته. يا عيني على الجمال، يا عيني على الحلاوة، يا عيني على الطعامة يا ابو تريكة. 2-0. ادي القبلة الجميلة بيعدها لنا الاستاذ محمد نصر الدين على رأس الكابتن ثابت البطل. الف سلام عليك يا كابتن. تتلعب الكرة على طول طويلة في اليمين، لكن اطول من لازم، وفي صفارة وضربة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك على مسافة حوالي اقول 28 ياردة من مرمى عصام الحضري. ضربة حرة مباشرة، حيطة بتتضبط الحيطة. ادي طارق السعيد ومدحت عبد الهادي، قدامهم حسن مصطفى بيعطل، والحكم بيعد بظهره ال10 ياردات، بوشه او بظهره ما تفرقش. عد بظهره، ظبطت الحيطة. شايف مدحت عبد الهادي، شايف ورا منه وائل الاباني وطارق السعيد. هنشوف طارق بيعمل حاجات حلوه برضه. طارق تضرب في الحيطه وترتد مره ثانيه في الشمال. حسن مصطفى رايح، استلام من حسن قبل وائل الاباني، ارضيه على يمين. الملعب مفتوح جدا يا جماعه، لما تشوف الملعب هنا هتلاقيه مفتوح، ممكن انفرادات. وادي واحده طويله خطيره جدا، ما فيش رايه ولا صفاره من ناحيه يمين. عماد ماشي، عماد عرضيه هوبا ابو تريكه، لا ابو تريكه، والثانيه هوبا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا شقي، يا نهار ابيض يا شقي، يا نهار ابيض يا شقي. ابو تريكه يخرب عقلك يا راجل. لا 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 لا، الولد ده حكايه، الولد ده حكايه. ادي ابو تريكه اللمه، والثانيه بوش رجله. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الملعب. الملعب اتفتح يا جماعه. ابو تريكه يسجد شكرا لله. يا سلام عليك يا ابو تريكه، عرضيه روعه 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 من ناحيه اليمين، عملها له المبدع عماد متعب. قلش قلشه كده غريبه محمد صديق، راحت لابو تريكه، صبر عليها صبر ايوب، ولماها لمه جميله وحطها روعه 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 روعه. الهدف الثالث. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا ابو تريكه. محظوظ جدا جدا مع النادي الاهلي ابو تريكه الحقيقه. لكن بدات الهجمه من عند اسلام الشاطر، دخل واقتحم للداخل اسلام، عملها عرضيه من عابرات القارات، كله وقف على التسلل، لكن المساعد فرانك للوا ما اداش حاجه. عماد متعب اقتحم ودخل بيها من ناحيه اليمين، وجنب منه بركات، بص بعينه ما رحمش بقلبه، راحت على طول لابو تريكه، لم بوش رجله الخارجي وفي الضيقه. صعبه صعبه صعبه. يا سلام عليك يا ابو تريكه. 3-0. ياه على الماتش، يا على الماتش. مش ممكن يا جماعه، الشوط الاول غير الشوط الثاني خالص. مش معقول يعني، مش معقول. لكن ارجع واقول يا جماعه، يعني انا ما احبش اتدخل ابدا في تغييرات المدربين، لان هم قطعا افضل وشايفين عننا مليون مره. ادي جماهير نادي الزمالك البعض منها طبعا ماشي، يعني برضو ما كنتش احب اشوف الشكل ده ابدا. لكن ارجع واقول تغييرات كابرال لم تكن على المستوى. خروج صالح سدير وهو لاعب وسط ارتكاز مهم جدا جدا جدا، ويميل الى المواقف الهجوميه احيانا، ونزول وليد صلاح عبد اللطيف برغم من كفاءه وليد لا نشكك في هذا ابدا، لكن وسط الملعب اتفتح، وما دام الوسط اتفتح كل الدنيا اتفتحت. اما خروج تامر عبد الحميد اعتقد انه بناء على طلبه، والا تبقى الحكايه بقى مش معقوله، لانه كان في كره مشتركه الحقيقه اشتكى من رقبته. اعتقد ان هي طبعا بناء على طلبه، لان تامر ابدا ما يخرجش. نزل طارق السعيد لعيب كفء مفيش كلام، لكن بيلعب في الاطراف اكتر من القلب. يبقى كده القلب فضي تماما من صالح سدير ومن تامر عبد الحميد. طيب مين بقى هيلعب على الدايره ومين هيصطاد الكور والكلام ده كله؟ بقت المشكله صعبه جدا بالنسبه لنادي الزمالك. 3-0. ماذا سيحدث في هذا اللقاء وماذا سيكون النتيجه؟ ستكون النتيجه الحقيقه لغايه دلوقتي نقدر نقول الحكايه مش باينه ابدا ابدا ابدا، لكن المؤكد
ان وسط الملعب في نادي الزمالك اتفتح على مصراعي. ضربة حرة مشاها الحكم. ماشي طارق، ماشي ابو العيلة متأسف بدفعة من شادي محمد، تبقى ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك. ضربة حرة مباشرة. بترو لاك تيران بيثبت الكورة ابراهيم سعيد، وحيطة هتتعمل طبعا الكورة على مسافة حوالي 28 يارد. راجع الحكم عشان يرجع الحيطة. مباراة شوطها الثاني جميل جدا الحقيقة، يرتقي الى مستوى جيد جدا من جانب النادي الاهلي طبعا لانه محرز الثلاث اهداف. ابراهيم سعيد داخل، ابراهيم وهوب، حلوة 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 ابراهيم والله حلوة، لكن كان ورا منها على طول عصام الحضري، لفها لفة جميلة ابراهيم، لكن تعدي جنب القائم اليمين بحوالي ياردتين، تبقى ضربة مرمى لصالح النادي الاهلي. ملفوفة جميلة لكن بعيدة الحقيقة شوية، بعيدة ياردتين، لو لجوه شوية كان ممكن جدا تبقى هدف. حضري راح لها لكن الكرة كانت سريعة فعلا. ادي الثلاث اهداف على الشاشة، نالتين 3 لنادي الزمالك، والموقف الحقيقة بقى صعب وحارج جدا على ابناء القافلة البيضاء. يعني نتيجة كبيرة 3-0 بالنسبة لنادي الزمالك، مش كلام من هقول ايه شقيقه وفي نفس الوقت منافس. نكمل اول دي. ابراهيم سعيد ماشي، ابراهيم عايز يعدي من القلب، زق او دفعة، وضربة حرة مباشرة على حسن مصطفى وسط الملعب لصالح نادي الزمالك. ضربة حرة مباشرة. ابو العيلة بط رجله طويلة طويلة، لما من طارق لا شمال، عايز يعدي لكن يحرسها اسلام الشاطر، تبقى ضربة مرمى لصالح النادي. قال لي تقول لي ايه اسباب هذا العرض الزملكاوي في الشوط الثاني؟ اقول لك من وجهة نظري عدم وجود لاعبي ارتكاز. خروج صالح سدير وتامر عبد الحميد فتح وسط الملعب تماما على مصراعيه، اللي نزلوا مهاجمين صالح سدير وطارق السعيد، وانت ما عندكش فرصة هجوم كاملة لان ما عندكش وسط الملعب يعضد الهجوم، عشان كده اتفتح الملعب تماما. لكن هنشوف لسه ما زال في العمر بقية وما زالت في المباراة بقية. ضربة مرمى لصالح النادي الاهلي، هيلعبها عصام الحضري، بيهدي اللعب عصام. طويلة وعالية من الحضري، عالية مقطوعة وائل الأباني، على يمينه أحمد غانم سلطان مضغوط عليه، ياخدها أبو تريكة يا ولد يا لعيب، متألق النهارده أبو تريكة الحقيقة. حسن مصطفى مالي الملعب، طويلة في الشمال أطول من اللازم، رامي التماس لنادي الزمالك من ناحية اليمين. رامي التماس مدحت عبد الهادي على وسط الملعب، محمد أبو العيلة ماشي، أبو العيلة أرضية 1-2 صغيرة، ياخدها أبو العيلة بيدور، عايز يحط الوليد صلاح عبد اللطيف، لكن أطول من لازم، مقطوعة في اليمين مرة ثانية. أحمد سلطان، أحمد على وسط الملعب، طارق السعيد، طارق هيشوط، ماشي داخل ومع حسن مصطفى، حلوة في الشمال وداخل لكن طويلة. اسلام الشاطر يا ولد يا لعيب يزقها، تبقى رمي التماس لنادي الزمالك من ناحية الشمال. طارق السعيد عدت خط التماس، تبقى رمي التماس للنادي الاهلي من ناحية اليمين. قلت لحضراتكم بدلاء كل فريق، ادي اسلام الشاطر بيشاور الجماهير. الزمالك بدلاء عبد المنصف، حسام زين ومعتز اين ومحمد عبد الواحد، طارق السعيد وليد صلاح والاثنين نزلوا، واحمد عمران. وادي التغيير للنادي الاهلي، هيطلع اسلام الشاطر عمل مباراة رائعة. وادي جماهير نادي الزمالك بدأت تغادر المدرجات بالفعل، ونزل في النادي الاهلي اللاعب حسام عاشور. طارق السعيد ارضيه مقطوعه، المعنويات طبعا قلت جدا عند النادي الزمالك، 3-0 ثقيله جدا طبعا. من ناحيه اليمين ماشي بركات هيلعب العرضيه ومع مدحت عبد الهادي، بركات يلم، ماشي بركات مره ثانيه على شمال داخل لجوه، يلم ويرجع كسبان طبعا، يضيع وقت براحته جدا. ارضيه من حسام عاشور على وسط الملعب، حسن مصطفى، شادي محمد، احمد ابو مسلم،
محمد شوقي، سيطرة كاملة. عاشور ترجع لحسام عاشور مرة تانية، يفتح في اليمين عبد الحليم علي، عبد الحليم ومحمد شوقي يلمها عبد الحليم، ماشي بالعرض، أرضية. 3-4 نقلات نادي الزمالك. وائل أباني طويلة في الشمال، طارق السيد ليسعى نادي الزمالك ولو لإحراز هدف كشكل من أشكال تعديل النتيجة. أرضية أبو تريكة بكعبه، حسن لأبو تريكة مرة تانية، محمد شوقي سيطرة كاملة للنادي الأهلي. أبو تريكة، شوقي، يا نهار أبيض، 3-4 5 6 7 8 نقلات، أدي التاسعة بركات، بركات العشرة أبو تريكة، ال11 اللي ورا وائل جمعة، ال12 عماد النحاس، ال13 شادي محمد، ال14 هناك في الشمال، ادي ال15 مرة تانية لمحمد شوقي. 15 نقلة، ماشي شوقي، ماشي شوقي، هتعدي أرضية الناحية الثانية، لو عدت يا نهار أبيض كانت منتهى الخطورة. 15 نقلة يوريك المباراة شكلها ايه. على وسط الملعب أبو العلا، أبو العلا، أبو العلا، أرضية في اليمين هناك خالص، سلام أحمد غانم سلطان، ماشي غانم، ماشي يعلي في شمال خطيرة جدا، طارق سعيد، طارق ماشي، طارق بيدور مع عبد الحليم، بيدور أرضية لكن مش معدية، تبقى ضربة ركنية تتلعب على طول من ناحية الشمال. يضغط بركات، بركات ضاغط عليه طارق سعيد، لعب طويلة في الشمال عالية وحلوة جدا الناحية الثانية، ما تروحش لعبد الحليم عليه، يقطعها المتألق عماد النحاس. في الشمال لمحمد شوقي، ماشي شوقي حل عليه ابراهيم سعيد، حطها على وسط الملعب حسام عاشور. يبقى كده الاهلي بيلعب من غير باك يمين لان حسام شايفه داخل لجوه خالص. ارضيه في اليمين بركات، ما هو اللي بيلعب باك يمين خلاص مال للمكان اللي بيلعبوا فيه جوزيه احيانا. يقطع ابراهيم سعيد بشنكله لكن الحكم مشاها. وسط الملعب طارق سعيد، طارق على شماله ابو العلا، طويله اي حاجه توصل لاحمد ابو مسلم، ماشي ابو مسلم، ابو تريكه نجم ساطع الحقيقه، ابو تريكه ما شاء الله ادي اداء رشيق جدا السنه دي في الدوري وايضا في منتخب مصر. ابو تريكه عامل حاجات جميله جدا، ودي واحده طويله لكن اطول من اللازم ما يلحقهاش عماد متر. عبد الواحد السيد الاباني على شماله، توصل لابو العلا، ابو العلا، عبد الحليم المكافح يسيبها لوليد صلاح عبد اللطيف، وليد، عبد الحليم، نقل في وسط الملعب لا يودي ولا يجيب. لازم الزمالك يقتحم شويه في الثلث الهجومي لتعديل النتيجه، لكن حتى الان الحقيقه هو بدا يلم تاني على وسط الملعب. بص الهجوم فاضي خالص، الثلث الهجومي او العدد فيه قليل جدا. حضر عصام الحضري، طويله وعاليه، لما وائل الاباني يعلي، ابراهيم سعيد مقطوعه من الرهين، مخطوف ابو تريكه بدفعه في ظهر ابراهيم سعيد، تبقى ضربه حره مباشره. هيلعبها الاباني على طول، وائل الاباني، تغيير خالد بيبو وطالع محمد شوقي. عمل مباراه روعه 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 فيها محمد شوقي، لاعب في منتهى الاهميه سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. ونازل خالد بيبو الذي لم يتحدد موقفه بعد من القيد في صفوف النادي الاهلي في الموسم القادم من عدمه، لسه ما تمتش الحكايه دي. في كمان تغيير تاني نادي الزمالك، احمد عمران شايفه بره، شوف مين اللي خارج، احمد عمران ما بانش لسه، مين اللي خارج؟ خارج محمد ابو العلا، محمد ابو العلا خارج ونزل اللاعب احمد عمران. ويبقى كده نادي الزمالك استنفذ الثلاث تغييرات، النادي الاهلي استنفذ تغييرين. هنشوف هل سيثمر هذا التغيير في المواقف الهجوميه لنادي الزمالك. رمي تماس من ناحيه يمين النادي الاهلي،
هيلعبها محمد بركات اللي عاد الى مركز الباك اليمين. لمسه خالد بيبو يا ولد يا لعيب لابو تريك. ابو تريك ماشي، ابو تريك ماشي، ابو تريك ماشي، ابو تريك ماشي، ابو تريك خطيره على شماله، على شماله، والعرضيه مره ثانيه وبيدور هوب وهي يا نهار ابيض، ولسه ابو مسلم تضرب ومتعب ويلم والثانيه يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش معقول. ادي ابو تريكه لما ابو تريكه وبشماله تضرب وترجع مره ثانيه لابو مسلم يشوطها لمتعب يسحب عبد الواحد والثانيه برافو يا عبد الواحد، برافو يا عبد الواحد. لكن عدى ابو تريكه زي الغزال، زي الغزال، حلو جدا جدا، ما سمعش بص وبشماله ارضيه عرضيه صديق يقطعها في السكه تروح لابو مسلم يلم على شماله يسدد تروح لمتعب بدل ما يشوط يسحب عبد الواحد، يسحب عبد الواحد، لكن برافو يا عبد الواحد. فرصة كبيرة جدا جدا جدا، ترقب بالكاميرا المتخصصة مع كل جهاز فني في كاميرا محطوطة عليه، شغل أوروبا يعني، حاجة جميلة جدا لما بنشوف في أوروبا وفي كأس العالم الكاميرات على مقاعد البدلاء، بتلاقي على طول البدلاء بيتنططوا تنطيطة خاصة بيهم جدا لما يبقى في هدف أو لما يضيع. رمي التماس أبو تريك مقطوعة أحمد عمران على شماله عبد الحليم، لما من عبد الحليم ومع حسن الصبر ياخدها عبد الحليم يا ولد العيب، وطارق سعيد ابراهيم سعيد على يمينه 3-4 نقلات ترجع لابراهيم سعيد مره ثانيه لطارق سعيد، ماشي طارق ماشي طارق ماشي على شماله تمريره حلوه جدا، وهي دي بقى وهي دي بقى وايه، في صفاره، في رايه وصفاره، رايه من فرانك للوار وصفاره من بيير بترا، تبقى ضربه حره غير مباشره تسلل، لكن 3-4 نقلات حلوين والله، حلوين من يمنى. نقله والثانيه وائل جمعه النحاس في اليمين بركات، حسن مصطفى دفعه من ابراهيم سعيد واضحه جدا يا ابراهيم، تبقى ضربه حره مباشره للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، ضربه حره مباشره. وادي جماهير نادي الزمالك تقريبا مدرجات بدات تفضى. طبعا الجمهور يا جماعه انا احيانا بديله العذر الحقيقه، الجمهور ده طبعا تحمل مشقه كبيره جدا 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 وراح من بدري جدا جدا جدا، كان يتمنى في كوره هنا ابراهيم سعيد، ياه ابراهيم سعيد وشادي محمد، والرايه من بيير بترو تيران وبينادي عمل الرقم بتاع ابراهيم سعيد رقم 4 بينادي عليه، ادي شادي وادي ابراهيم دخل بيمينه جامد كده في وش شادي، يعني يا ابراهيم ما اعرفش ناداله الحكم صديق بيقول ما تتكلمش، طلع له الكارت الاحمر، لكن بكل طاعه الحقيقه ابراهيم سعيد وطى راسه ما نطقش خالص وطالع كارت احمر لابراهيم سعيد، يعني في حاله عصبيه زياده عند ابراهيم، دخل بقوه في وش شادي محمد وطلع، هي هو يحسب له انه طلع دون اي كلام، لكن عصبيته زياده نتيجه طبعا ثقل النتيجه، نتيجه ان ابراهيم كان في النادي الاهلي ومشي من النادي الاهلي، كل ده عامل عليه عبء نفسي قطعا، لكن انا ما اديلوش مبرر ابدا لاي عنف، لان خروجه من الملعب يعني قد يكلف فريقه المزيد من الجراح في هذا اللقاء، او يعني الرياضه ليس فيها جراح، نقول الام يعني او احباط او زعل، سميها زي ما انت عايز يعني، لكن يحسب لابراهيم سعيد خرج في هدوء شديد جدا، ودي حاجه جيده يا ابراهيم، نتمنى اعصابك في الملعب تبقى افضل منك. حضري والجماهير الاهلاويه وضربه حره قام شادي محمد، وتبقى ضربه حره مباشره للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، وادي البالونات وادي كابرال، هل سيطير مع البالونات؟ الله اعلم. دالتين 3 توصل لوائل جمعه النحاس في الشمال، شادي محمد قام شادي، يعني الضربه يبدو ان ما كانتش مؤثره لكن ضربه، يعني القانون هنا عندنا 4 دقايق وقت بدل ضايع، القانون هنا لا يفرق بين الضربه المؤثره وغير المؤثره، يعني مش لازم تموت اللاعب عشان تاخد كارت احمر. طويله في اليمين خالد بيبو لكن مدحت عبد الهادي يا ولد يا لعيب وداخل مدحت عبد الهادي وخالد بيبو
وبيعتذر له خالد بيبو، لكن هو ليس في حالة تتقبل يعني أعصابه فيها الاعتذار يا بيه. أرضية ماشي بالعرض، الحاجات دي خطر جدا جدا. أحمد غانم سلطان مقطوع على وسط الملعب حسن مصطفى، وبنلعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع على وسط الملعب. نقلتين ثلاثة، سيطرة وهيمنة، واضح كده طبعا اللقاء مؤكد انتهى لصالح النادي الأهلي ب3 أهداف على الأقل، لأن فاضل لنا لسه دقيقتين ونص، والله أعلم ممكن الزمالك يحرز. كل شيء في الكورة جايز، لكن لابد نبارك الحقيقة للنادي الأهلي النهارده. عرض متفوق في الشوط الثاني، سيطرة كاملة، جوزيه أدار المباراة بحنكة واقتدار، كابرال لم يستطيع أن يجاري جوزيه في ذكائه. اللاعبين في الملعب عبروا عن نفسهم تماما تماما. النادي الأهلي نقول مليون مبروك للنادي الأهلي وللزمالك. شد حيلك الفترة القادمة، أنت أحد قطبي الكرة المصرية، عايزين نشوفك في حال أفضل وتنسى بقى المباراة دي وداخل على البطولة العربية والإفريقية. وادي العرضية وخطيرة، لكن على طول في صفارة وضربة حرة لصالح نادي الزمالك غير مباشرة للتسلل. ضربة حرة غير مباشرة يلعبها وائل أباني على طول، أرضية وياخدها مرة ثانية وائل أباني، هو يعبر عن نفسه. أيضا أحمد غانم سلطان خامة طيبة جدا، لكن نفس الكلام ينطبق أيضا عليه. نقلة على وسط الملعب ياخدها أبو تريكة وماشي، وش رجله الخارجي خطيرة جدا، لكن راية وصفارة وتسلل ضربة حرة غير مباشرة على خالد بيبو. طويلة في اليمين، سلام أحمد غانم سلطان وسط الملعب. طارق سعيد، طارق ماشي، طارق عايز يلعب باص طويل، بيدور أرضية صغيرة ياخدها عبد الحليم اللي كافح كفاح الأبطال النهارده الحقيقة عبد الحليم، لكن لم يجد المعاونة الكافية من وسط الملعب. لا لسه ما تفرض. ضربة حرة مباشرة تتلعب على طول أرضية على وسط الملعب نادي الزمالك. محاولات وليد صلاح يستلم، وائل الأباني هنا خالص في اليمين. أحمد غانم سلطان ببطن رجله حلوة في اليمين لما وليد صلاح، لا بعيد يا جماعة، بعيد برضه، الراجل ما لعبش من زمان، لازم نديله العذر، لكن والله بيحاول وليد بيحاول. وفي راية هناك، راية تبقى ضربة حرة مباشرة. رايح وليد يكلم المساعد، بيتكلموا في ايه يا وليد؟ بيتكلموا في ايه يا وليد؟ بيتكلموا في ايه يا وليد؟ وفي هذه اللحظة يطلق؟ لا يطلق. ضربة حرة لصالح النادي الأهلي من ناحية الشمال، طويلة وعالية لكن أطول من اللازم، سهلة للحارس عبد الواحد سيد. خلاص بيهدي اللعب لأنه خلاص المباراة بتنتهي تماما. بركات بيبو تطول من بيبو، ياخدها عبد الحليم، ماشي عبد الحليم ومعدي، كاتب والله كاتب، لكن حسام عاشور يتدخل. تبقى رمي التماس ولا ضربة حرة لنادي الزمالك من ناحية الشمال. خلاص بنلعب في الثواني الأخيرة. أحمد عمران ويطلق في هذه اللحظة
كان مهم ان احنا نكسب الماتش ده عشان نفرح جمهور النادي الاهلي ويفرحوا اكتر ببطوله الدوري. بحمد ربنا طبعا. المباراه دي زي ما شفت كده محمد، واحتفاليه بسيطه للناس اللي تعبت معانا طول السنه وتعذبت معانا الفتره اللي فاتت، فبنهديهم الفوز الكبير ده. اهدي الدوري ده للجماهير دي ولوالدي ولوالدتي واخواتي. بقول لهم ايه من خلال شاشه قناه دريم؟ بقول لهم مبروك اول دوري الحمد لله، وربنا كرمنا النهارده ومكسب كبير على نادي الزمالك. هارد لك نادي الزمالك، نادي الزمالك فرقه كبيره ونادي كبير، انما الحمد لله التوفيق كان حالفنا النهارده، والحمد لله على المكسب واهدي جمهور النادي الاهلي المكسب ده. بتشيل حارس دايما اللي هم كانوا اللعيبه بيشيلوه، تقول لي يا حارس ايه النهارده؟ لا والله بقول الحمد لله والشكر لله. مبروك لجميع النادي الاهلي الدوري، لان يعتبر النهارده بطولتين بتاعي نكسب الزمالك 3-0 ونكسب الدوري الحمد لله والشكر لله. ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى بمساعده الزمايل كلهم، وبقول لهم مبروك ونتمنى ان ربنا يكرمنا نهايه الموسم ونفضل على كده ان شاء الله. انا سعيد جدا اكيد. الحمد لله ربنا وفقنا السنه دي مع النادي الاهلي وقدرنا ان احنا نكسب بطوله الدوري. كسبناها قبل ما تخلص بحوالي 7 اسابيع الحمد لله، فضل من عند ربنا. بس احنا طبعا برضو من اول موسم تعبنا وكنا يعني عايزين جونا اصرار ان احنا نرجع البطوله. احنا بس عندنا حاجة واحدة بنقولها، يعني احنا استنينا يوم 12 وطلع الحمد لله يوم النادي الاهلي. وبيتقال احنا وحشين وكلام طبعا مش مظبوط خالص، ملوش لو احنا وحشين والفرق 22 بونت، هم لو كويسين هيبقى الفرق كام؟ دي حاجة لازم احنا برضك نجاوب عليها ونعرفها. احنا اولا احتفظنا يعني ان احنا هرجع لنا الدوري بعد 4 سنين. الحمد لله انجاز كويس للنادي الاهلي، والحمد لله احنا حسمنا البطوله، لكن في دايما بطوله خاصه ما بين الاهلي والزمالك، اعتقد ان احنا حسمناها في الدور الاول، في الدور الثاني لمصلحه النادي الاهلي. لا هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله النهارده اجتهدنا وكنا مركزين جدا ان احنا نكسب الماتش النهارده عشان ننهي الدوري العام بمنظر كويس، والحمد لله النهارده فرحنا جماهير النادي الاهلي كلها انا وزمايلي وندي لهم بطوله الدوري يعني. لماذا تاخر فوز النادي الاهلي الى الشوط الثاني؟ مفيش والله، هو كل حاجه بوقتها وربنا اراد ان احنا نكسب الشوط الثاني، يعني نجيب اهداف الشوط الثاني. وبالنسبه للسؤال اللي سالته مثلا من اسباب الفوز، هو طبعا بتيجي عوامل كتير، التركيز، جهد، تعب، التزام بتعليمات، جماعيه في الاداء، كل ده الحمد لله هو اللي بيفرق مع اي فرقه، والحمد لله ربنا اكرمنا النهارده. احمد عمران 28 مكان ابو العز. احمد عمران لسه لاعب مكان ابو العلا، بيلعبوا على طول طارق السعيد. طارق السعيد، عمران بره. بركات. طبعا النادي الاهلي لما ابتدى يحرك الظاهرين الجنب بتوعه بانت خطورته في بدايه الشوط الثاني. اتلعبت حلوه من خالد بيبو لابو تريكه، ومشى ابو تريكه ومشى ابو تريكه ويخش ويطلعها دفاع نادي الزمالك، لكن ابو مسلم وترجع تاني لابو تريكه ويطلع عبد الواحد السيد يمسكها على طول. عبد الواحد السيد يمسكها ويلعبها على طول لطارق. شوفوا ده حاج اهو السدوسي مرزوق بيعيدها ويطلعها على طول محمد صديق، ترجع تاني لطارق السعيد. طارق ورمي التماس لنادي الزمالك.
طارق السعيد، طارق السعيد لطارق السعيد تاني. عمران يخش ياخدها من قدامه خالد بيبو. تبريره ما كانتش مظبوطه. خالد لكن على طول الطحة صديق كان عايز يلعبها لعماد لطارق السعيد. عبد الحليم، طارق السعيد، طارق السعيد يلعبها على طول تاني لكن يخش على طول عماد لوائل جمعة. يخش مع عبد الحليم يطلع الكورة بره. أربع دقايق تقريبا حتى نهاية المباراة. أبو تريكة عمل ماتش حلو قوي في الشوط الثاني. هو وعماد اتحركوا كتير في الشوط الثاني عن الشوط الأول. عبد الحليم، طارق، إبراهيم، وائل طالع لقدام. هو وائل لإبراهيم، وإبراهيم بيلعبها تاني على طول لطارق سعيد. طارق 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 وغمزها ورايا وصفار. كان بيلعبها عمران، وعمران اوفسايد. اوفسايد على عمران. عصام الحضري، بركات، وائل، عماد يمسكوا الكرة بينقلوها مع بعض على طول كله بطن الرجل بطن الرجل. حسن مصطفى وداخل معاه عمران وفاول على عمران. خالد بيبو، ابو تريكة، 3-4 نقلات حلوه يلعبها لحسام فوق عاشور. لعبت نقلتين لكن تطول الكرة على طول وتروح للزمالك. ويلعب كرة طويلة عند وليد ومعاه شادي، وشادي بيراجع لجونه على طول. عصام الحضري، عماد، شادي ابتدى يتحرك ابو مسلم وحسام عاشور. الاثنين بيتحركوا لقدام دلوقتي، بيكملوا لقدام ويراجع على طول ورا كرة. وفي لاعب من النادي الاهلي واقع، لاعب واقع من النادي الاهلي. ان شاء الله تبقى بسيطه. راح الحكم يسال مراقب نشوفها تاني اهي. وابراهيم سعيد يديله كارت احمر. لسه لاعب النادي الاهلي واقع وخد كارت احمر. ابراهيم لشادي، خرج شادي يتعالج. ان شاء الله تبقى بسيطه. هيلعب عصام الحضري اخر دقيقه غير الوقت بدل الضايع بقى. شوف الحكم بيحسب قد ايه. وعصام بيلعب. وائل طلعها على طول قصيره تروح لابو تريكه يغمزها لحسن، يرجع ورا على طول لوائل. عماد بيحاولوا يفتحوا اللعب دلوقتي عن طريق الجنبين. لما فعلا في بدايه الشوط الثاني لما فتحوا اللعب على الجنبين في الدقيقه 15 و22 و26 يعني حوالي 11 دقيقة، 4 دقائق وقت بدل ضايع. 11 دقيقة جاب نادي الأهلي 3 أهداف. بركات ويلعبها لبيبو. خالد ودخل مع مدحت وفاول
كان عايز يعني دخل فيه شويه، فاكر هو يعني وائل عايز يلعبها لغانم، وغانم بيلعبها من وراه تتقطع على طول لحسن مصطفى. شادي، حسن، ابو مسلم، شادي، عماد، بيستهلكوا وقت طبعا. وائل، بركات، حسام عاشور، حسن، حسام، تريكا عايز يلعبها لكن يخش يلحقها تطول وماشي على طول، ويلعب الكرة ناحية اليمين لبركات. أبو مسلم، شادي، حسن، وبيلعبها وراية وصفارة، وفي راية وفي راية، في راية، والحكم مدي تسلل على أبو مسلم. بنلعب دلوقتي في الدقيقة الثانية في الوقت بدل الضايع المحتسب ب4 دقايق. الأهلي متقدم 3-0. وائل يلعبها على طول تاني ناحية الشمال لطارق السيد. عبد الحليم ويطلع من قدامه على طول بركات، وتبقى رمي تماس لنادي الزمالك. طارق السيد، عمران، لوائل، لمدحت، طارق السعيد، طارق السيد خطف منه، اتلعبت الكرة على طول لابو تريكة. تريكة بيلعبها رايه وصفاره وتسلل على خالد بيبو. اتلعبت الكرة على طول، ابتدت لعيبه الزمالك لما مسكوا خالد بيبو وعماد متعب، لكن هو الفترة اللي هو ال10 دقايق او ال11 دقيقة دول كان مفيش يعني رقابة كده، وجه منهم 3. عبد الحليم، لكن طبعا بمهارة وفنيات لعيبة نادي الاهلي حقيقي يعني. فاول، اتلعبت الكرة على طول لطارق، عمران، وائل، ويفتح اللعب احمد غانم، ويلعبها تاني على طول، عايز يكمل ويكمل الجملة التكتيكية. وليد تتقطع منه، يخش ياخدها تاني فاول على وليد. حاسبها الحكم ومساعد الحكم، فاول على وليد. وعصام هيلعب ويلعبها على طول ابو مسلم، لمسه واحده لعماد، ولعب الكره طويله بس عايز يلعبها برضه لخالد بيبو، تروح لعبد الواحد السيد، لطارق ما يلحقهاش، تروح لبركات. خالد بيبو يخش على طول عمران، ماشي اهو، ماشي 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 ماشي، وزقه كده وفاول على حسام عاشور. عمران ويصفر الحكم عشان تنتهي المباراة بفوز نادي الاهلي 3-0. 2 تسلل ل